المستقيم وعلى المعتقين منا وجد والله رجزي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وأشهاد الميمنة ما أشهاد الميمنة وأشهاد المشأمة ما أشهاد المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها
هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا غفير يا أمين يا مبين إلهي أنت مقصودي ولذلك مطلوب عينه محبة والنفع أو ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب شريعة وعلى الدين وعلى دين رسالة آله وعلى ما كسر المهتدين فغسل وسلم بنا نهج الهداية
من كل هم أو بلاء أو عاني بأبي عبد الله فرج كربنا واقضي حوائج عبدك الملهاني وابتغ زد يا إلهي أهدني واجعلني في بار المحبة باني يسر لنا بالقلب عبد الله داوي علتي وبيحيى القلب بالعرفان وبمحمد وبه داود سني ثوب الباء والهود بالأزمان يسر لنا أمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني بأبي عبد الله أصلي شأننا ولديننا فاهبط من النقصان واكتب بنا في كل ما قدرته بالجود مسدد بغير دينار من كل هم أو بلاء أو عاني والمد عبد الله للنساء ما ضرقني ثم بسني بمعاني بالأنوار الحسن المسنى نومرا مقلي ولا تتركني للأكوان يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني وفي أول كل كتب باهر سبت النبي المصطفى العدناني حسن الزكي بن الإمام المرتضى حامي الوغى سنك الحداني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عافية الفاتحة. الحمد لله. اللهم انصرنا فهذا الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضعنه يقول وهو من باب التدرس بالنعم لقوله تعالى ومحمد ربك وحدث مأمر مسلم على مذهبه فقطع عنه وعذب يوم القيامة وفرعون سيسير بقول الفضاء إليه فقال إن هذا جارني مرض ولم تغير أيرحم الله تعالى فبسم له فذلك بشرا وقرر عنه عسى رأسا حلال وصدر فلم يكن في زمن من يموت بيده فلو كنت في زمن الأخذ بيدي وأنا لكل من حصرمه من جبشاني ومردي ومحبي يوم القيامة أعوذ بيدي كل عن حيوان ميتا وإن فرس مشرج حي موسوم وسيف مشهور وقوس منظور كبد مريد وهو قابل وقال رد عنه
ويقرون لدي الله تعالى فاسأله بسم الله الرحمن الرحيم الحاضر محمد محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أكواني نبي المرسلين وعلى كل نسل بكل واتفاق كل جماعة إلا رب الأولياء المصرفين والصالحين سيدنا سيدنا السلطان الأولياء وسعد قادر الجلاني وسيد الأولياء والعلماء صديق الشهداء والصالحين وأجل مسائلنا مسائلين وأبائنا وأمهاتنا وغيرنا مسلمين ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك نرسل إليك بوليك القوس يا سيد السمرين يا قلب ربني يا وذا الصمدني يا محي الدين فمحمد نبينا سيد عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قدر حاجاتنا هذه. يا الله اللهم فسبح فينا سبعة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضينا بها جميع المهمات وترفعنا بها على الدرجات وتدفع بها عنا جميع البريات وتحول بها جميع المشكلات وتجيب بها جميع الدعوات وتسقينا بها من جميع النسقات والداء وتبسم لنا بأرزاق الطيبات وتحسن لنا بالعاقبة والخاتمة إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم وكان وكان عنه واسم اللون مكروه الحاجبين عريض اليد الطويلة عريض صدر نحيب البدن ربع القامة دهرية صوت وهي صوت سريع الدمع لذيذ الخشية تسير هيبة وجب الدعوة قريبة الخلافة طيب العراق أبعاد الناس عن الفوش وأقربهم من الحق سديد البعث تنزيك أرحام الله عز وجل بالشريعة الظاهرة أوصلنا قيمة زرقرة قدامه تفويض والموافقة مع تبريم الحول والقوة وطريق تسليم التوحيد وتوحيد التفريد ومحلو دور في موقف العبودية والشر قائم في موقف العبودية لا بشيء ولا لشيء وكان عبودية مستمدة من حقيقة الربوبية وعمل سبع محمد المرتبط إلى مرفقة جميع جمع الشريعة وفضائل ركعنه عشيرة أولها دار من الشكيرة وكان فضل دامت
وكان وفاته تام علينا بركاته في اليوم 11 في شهر وستين وستين وخمسمائة عمره 93 سنة ودفنت بعدها عمره طاهر الزاد بشرط من سائر الأمطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انصرنا فهات رضوان عليه وامتنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردناه وتمم دمنا به وقصدناه ونفذه تعالى والابتهال فنتبصر به وبنتائجه والأخلاق والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم إننا نسألك ما فزال علينا غبا واشهد لنا رسول محمد سيدنا العجلة بشر عيدي ومسالكنا وبنات الأنوار والمغتربين منا من منهل معرف الآداب الأزهار وعظم الدنك يبدي وفصل وعطلنا من شمال غرزه يا أيها الأرواح المقدسة يا قدم يا قدم يا إماماني يا أوتاد يا بدال يا القباء يا نجبا يا القبا يا حويرة يا الأخلاق يا السلام يا العلم يا الرزق يا الجنان العفو يا لطيفان يا أيها الأساس الجامع يا العباس يا الغيب والشهادة يا القوة العزم يا النعمة والجلال يا الفتح يا المعارف الأعلى يا النفس يا الإمداد يا شرط الانجرس يا قدم القاهر يا قدم الرقائق يا قدم سقيل الأخطاب بالنساء العسل يا لجنة بالله يا قدم الغشية يا العين التقيم الزوائد يا المدلات يا الجهاد السد يا ملمامية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا جهاد يا رجال الماء يا أمراض يا أمنا يا قراء يا حباب يا جلال يا محدثون يا سمراء يا مرسل الظالم نفس منكم والمتصد فساد بالخيرات أيها الأرباب الطيهرة بمثال الغيب والشهادة ودعنا لنا في نزاهة الطلبات وتسهيل المرادات بين هذه العزمات وتحميل الروعات وجلب العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الهجم الغيائب وخوف الأقوات والعواقب وقسم القلوب وغفران الذنوب اللهم وكما قدرنا وكم كتابي الذي ضربت فيه 10 كامل وعيك الذي أنزلته مفارق من حلالك وحرامك ونتبتنا لنعرض سواء بالجسيم وأدرتنا على لسان بعيد وسلك وعدم الأليم واجعلنا ممن لا يخرج عند سماع آياتك ويدين ولك بامتثال أوامر ومنهيته واجعل نور نسعى به إلى عرشة القيامة وسلم عرش به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا قلب الصيام إذا كان من الرحيم وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت وبديان هجم الغيوب وقيل من راق وطفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد بالأعناب اللهم لا تهل يدا إلا العنان كفنا روحت إليه واعتمد بصلواته عليه رابعة وساجدة بين يديه فأغويت من الجحيم قد مسع عليه فخرج من منام
dahar senek sampai mudut langsungkan pengawasan sedik para jamaah manaki Dhul Burhan ingkang sabarau yang semua saya muliakan. Kanjeng Syekh dawuh sira kabeh wedya aja pisan-pisan demen utawa gething maring siji wong yen durung kok cocokake sekabehane penggaweane iku wong ing atase kitab Quran lan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa toh cocok banjur sira demeni apa toh ora cocok banjur sira gedhi utawa sira bentuk. Jangan sesekali niki dawuh Kanjeng Syekh. Ini bukan kata saya, tapi kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani berkata, jangan sesekali senang atau tidak senang terhadap seseorang yang belum dicocokkan dengan perbuatan yang menurut syariat itu benar apa tidak. Jadi ojo gampang-gampang sengit utawa demen maring wong. Niki kebiasaan awake dhewe ngoten. Segala hal yang ketika tidak dicocokkan dengan agama, dengan kitab Al-Quran dan hadisnya Rasul, kadang-kadang kita salah anggene neliti utawa niteni wong. Jadi silakan jenengan demen, silakan jenengan bendu gedhe maring wong nek memang bener-bener iku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Demen maring wong nek niku wau nglampahi kewajibane napa ingkang dados perintah-perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, boleh kita senang, boleh kita bendu, boleh kita tidak senang terhadap seseorang, kalaupun toh orang tersebut selalu berbuat kemaksiatan dan kemaksiatan. Karena dari jadi nih wong jadi gedhe maring wong, seneng maring wong, kudu dicocok nih maring kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi ojo kekarepane hawa nafsune dhewe. Nek hati-hati nggih. Demen maring wong, gedhe maring wong, ojo nuruti kekarepane hawa nafsu. Balik krono taat maring Allah dan Rasulullah. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Monggo niki kangge wong sing tuwa, wong sing nom sami mawon nggih. Silakan kita senang terhadap teman kita. Silakan kita bendu tidak senang terhadap teman kita. Kalaupun toh itu tidak harus dicocokkan dengan tuntunan agama, itu Al-Quran dan hadis. Yang penting apa? Senang mergo Gusti Allah, gedhe mergo Gusti Allah. Pun iki perlu awak dhewe tanamkan pada diri kita. Aja ora bolak-balik gedhe karo kanca
senang kalau kepengen ada ketinggian itu sih bahaya. Ini hati-hati awak dhewe niki. Ojo rumangsa paling bener dhewe. Pun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu saking arah sucine laler suci lahir dan batinipun selamanya tidak pernah kepenclokan laler. Kepenclokan apa bahasa Indonesia? Dihinggapi ya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani saking sucine lahir saha batinipun Kanjeng Syekh selamanya beliau tidak pernah dihinggapi laler, tidak pernah dipencloki laler. Niku Kanjeng Syekh nek awake dhewe mungkin sama apa enggak kita. Nek kula sering nggih, nek kula atine kotor apa atine kotor. Niku tidak hanya lalat saja, seluruh hayawan-hayawan yang dikatakan jember utawa apa jember bahasa Indonesia ini? Jember apa ya? Jember ya. Setiap hayawan yang jorok dalam arti jember niku yo ora pernah napa namine menclok maring Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa menapa? Karena Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani niku nderek eyangipun nggih sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek awak dhewe tasih sok menclok laler nang awak dhewe aja rumangsa suci. Aja rumangsa suci lahir batin. Sehingga para manungsa sami gumun kok bisa seorang Kanjeng Syekh orang pernah dihinggapi lalat. Karena apa? Kanjeng Syekh niku dimaturi ngoten. Kemudian Kanjeng Syekh menjawab, sebab menapa kok boten nate kepenclok laler. Pangandikan Kanjeng Syekh, sebab apa agawene laler wani mencok ana resaku. Imongko kabeh ngamalku iku ora krana ngorok apa-apa tegese ora krana nejo golek manis dunya lan ora krana nejo madune akhirat to nikmate pira-pira swarga. Balik niatku ing dalam sakabehane ngamaliku ikhlas krana Allah Ta'ala. Jawaban dengan saya, kenapa Kanjeng Syekh jenengan benar dipenclok laler napa sebabnya? Kanjeng Syekh menjawab, karena seluruh amal perbuatanku, seluruh ibadahku tidak karena mencari manisnya dunia. Karena ibadahku tidak pernah mencari madunya akhirat, yaitu nikmat-nikmatnya beberapa surga. Balik niat ibadahku, amal perbuatanku seluruhnya itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi mila monggo awake dhewe berusaha untuk menggiring niat kita di dalam ibadah kita. Seluruh ibadah kita kaya dene ibadah
sing ngeten iki nggih ibadah sedekah, ibadah infak, ibadah maca manakib, ibadah hadroan, sholawatan, kabeh ibadah nggih niku niyatono aja mung golek manise dunya. Niyatono awak dhewe ibadah melalui manakibah, ibadah melalui infak sedekah, niyatono krana ibadah maring Gusti Allah boten mergo liya nek jenengan sami dumugi menika majlis niatnya karena untuk mencari dunia, niatnya hanya untuk mencari akhirat saja, maka itu tidak dikatakan ukhlisina lahuddin. Karena teniku monggo kita belajar dan belajar selalu seluruh ibadah kita, baik yang mahdhur ataupun ghairu mahdhur, monggo kita sareng-sareng niyatono ukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allahu Ta'ala. Oh, ini sebagai gambaran bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, monggo seluruh aktivitas ibadah kita, seluruh aktivitas di dunia ini, monggo kita sareng-sareng niyatono ibadah krana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan berdagang niyatono ibadah, jenengan macul niyatono ibadah, jenengan erek niyatono ibadah, ning jenengan nandur punapa kinawan niyatono ibadah, nek niati ibadah ya ora eman-eman. Hasil dagangane, hasil pertaniane, hasil nandur sayurane diinfake maring jalan Gusti Allah. Nek boten dinati ibadah sing dienggo membati lan bati ketika ono ono dalan infak, ono sing pembangunan masjid, pembangunan langgar, eman-eman diinfakkan, eman-eman disedekahkan karena niate mung golek bati kemawon. Lan ngoten niku. Lha monggo kita bareng-bareng belajar seluruh aktivitas kita, monggo niyatono ibadah maring Gusti Allah kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini seluruh jamaah manakib, seluruh Ismawati, para bapak-bapak, ibu-ibu, santriwati, seluruhnya, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga seluruh kegiatan kita mendapat iringan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki kita barokah, mudah-mudahan umur kita barokah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Allahumma berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada nusa dan bangsa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar betul ya. Menika ingkang saged dalem aturaken bilih awal dumugi akhir, anggenipun dalem watu nerangaken menika manakib, isine manakib kirang ranani manah, kirang prayuga dalem ngapunten nggih. Kula akhiri wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini ditutup oleh para
pesantren mulai dari besok ya. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 34. Setelah libur nanti ada ujian diniyah. Setelah libur ada ujian diniyah. Ojo seneng dhisik. Ojo seneng riyin. Setelah libur ada ujian diniyah. Mila kegiatan libur di rumah monggo santriwan santriwati waktunya digunakan dengan sebaik-baik mungkin menjaga alma mater pondok pesantren Al-Amin, menjaga alma mater pondok pesantren pun monggo. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك فحين مضى أول وضع هذا الحبيب على نفس السماوات والأرض وأنظار الوجود الإلهي على أهل الوجود تتم وأسف الملائكة بدبشر العالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كلاع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة صلى الله عليه أن يحضر عند وضعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسمه الله من شرف القسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحبيب المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillah